الموتور ده ما فيهوش وقود ظاهر ولا صمامات ولا عادم، وبيشتغل تقريبا من غير صوت خالص. وده علشان مصدر الوقود بتاعه هو الحرارة اللي متخزنة في الكتلة المعدنية الكبيرة اللي تحته دي. والمحرك ده معروف باسم موتور الهواء السخن أو موتور ستيرلينج. الفيديو ده برعاية جراوند نيوز، هنتكلم عنهم أكتر بعدين. دي سرنجة إزاز مقفولة بإحكام وفيها شوية هواء صغيرين محبوسين جوا، ولو سخنت السرنجة ومعاها الهواء اللي جوا، الهواء بيتمدد ويقوم دافع البستم لبرا، وبعدين لما أشيل الحرارة السرنجة بتبرد والهواء ينكمش. الدورة دي بتاع تسخين وتبريد الهواء عشان تحرك البستم رايح جاي، هي المبدأ الأساسي اللي بيشتغل عليه موتور الستيرلينج. المشكلة الوحيدة إن عملية التسخين والتبريد دي بتاخد وقت طويل قوي، فبدل ما نقعد نسخن ونبرد في المنظومة كلها، ممكن نضيف أسطوانة تانية جواها بستم مش محكم قوي، وده على عكس أغلب المكابس اللي بتحتاج تكون محكمة. الغلق، الهواء بياخد راحته ويعدي من حواليه، وده بيخلي البستم يقدر ينقل الهواء من طرف لطرف تاني في الأسطوانة، وده معروف باسم مكبس الإزاحة. ودلوقتي لو سخنا ناحية واحدة من الأسطوانة التانية دي وحافظنا على الناحية التانية باردة، نقدر نستخدم مكبس الإزاحة علشان ننقل الهواء بين الجهة السخنة والجهة الباردة، وده بيخلي الهواء يسخن ويبرد بسرعة الصاروخ، فيقوم موتور البستم اللي فوق رايح جاي أسرع بكتير من الأول. والعملية دي ممكن تستمر إلى ما لا نهاية طالما في ناحية سخنة وناحية تانية باردة، أو على الأقل لحد ما البستم اللي معمول بالطباعة ثلاثية الأبعاد يسيح. دلوقتي مكبس الإزاحة ما بيديش أي عزم أو قوة خارجة، وبيحتاج طاقة قليلة جدا عشان يتحرك، والدليل على كده إننا ممكن نستبدله بشوية بلي زيدول. فأنا لما أميل الأسطوانة بالهداوة كده، البلي بيتدحرج من أولها لآخرها ويقوم دافع الهواء بين الناحية السخنة والباردة، فالهواء يتمدد ويلم ويقوم مشغل مكبس القدرة اللي فوق. فإحنا لو وصلنا البيست اللي فوق ده بعمود كرانك وأخذنا حتة من القوة اللي طالعة منه عشان نحرك بيها مكبس الإزاحة رايح جاي، المفروض يبقى عندنا موتور ذات التشغيل. وفعلا هو ده بالضبط موديل الموتور اللي بيعمل كل الكلام اللي قلناه ده. بنسخن جزء الإزازة ده هنا، والناحية الثانية من الأسطوانة بتتبرد بالمشتت الحراري ده، فطولما مكبس الإزاحة بيتحرك رايح جاي، الهواء بيتسخن ويتبرد، وبعدين بيتنقل للأسطوانة اللي فوق دي اللي بتشغل مكبس القدرة، وبعدين العزم ده بيخرج لعمود الكرانك اللي بدوره بيحرك مكبس الإزاحة عن طريق التروس، فتعمل دورة مستمرة ما بتفصلش. So now we need to figure out how we're going to use one of these Stirling engines to... دلوقتي محتاجين نعرف إزاي هنستخدم واحد من محركات ستيرلينج دي عشان نشغل عجلة. وكل ده بيبدأ من هنا بكتلة كبيرة من المعدن وقائمة مهام ملهاش أول من آخر. المشكلة إن محركات ستيرلينج دي عزمها حنين قوي بالنسبة لحجمها، فعشان نخلي ده يشتغل على العجلة محتاجين أكبر موتور ممكن يركب جوه الشاسية. مع ذلك الموتور ده مش هو اللي هيغير العجلة ويخليها سريعة قوي. يا خبر، أنا عيني على قدرة ما بين 100 ل 150 واط، يعني بالتقريب كده حوالي 5 حصان، وده يا دوبك يخلي العجلة تثبت على سرعة 15 ميل في الساعة. إنك تطلع عزم زي دي من موتور ستيرلينج مش لعبة. في عوامل كتير بتأثر على الكفاءة، زي فرق الحرارة بين الجنب السخن والجنب البارد، سرعة دخول وخروج، السخونية من الهواء، وكمان كمية الهواء اللي جوه المحرك، وفعلا بتعمل شغل مفيد. الحاجات دي مجرد جزء صغير من اللي بيحدد التصميم الموتور. يعني مثلا عشان نخلي الجنب البارد أبرد ما يمكن وما تسخنش منك، في الأول فكرت أستخدم مشتت حرارة بتاع بروسيسور كمبيوتر عشان سعره رخيص وفي نفس الوقت مساحة سطحه كبيرة، بس طلع إن محاولة تجميع كل الحرارة دي في مساحة مربعة صغيرة مصممة للبروسيسور ما كانتش عملية خالص، فقررت أستخدم تبريد مائي داخلي، وده المفروض يكون أفضل بكتير في سحب الحرارة بسرعة. وبما إننا يا دوب بنحاول نطلع 100 واط بالعافية، فأي شوية احتكاك بسيط ممكن يقلب الموازين ويضيع المجهود ده كله، وده مش سهل طول ما أنت محتاج تمنع أي تنفيس هواء حوالين البستم وعمود الإزاحة.
بعد ما خلصت جسم الموتور الرئيسي، قدرت أثبته على العجلة باستخدام حامل مؤقت مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، لأن الجزء ده من الموتور هيتبرد بالمية، فالمطبوع هيستحمل كويس في تجارب التشغيل الأولى. بعد كده الحامل الكبير ده المصنوع من الألومنيوم بيتثبت في ظهر الموتور، وده هيشيل أعمدة الكرانك، وكمان هيمسك في شاسيه العجلة علشان يدي متانة أكثر. عمود الكرانك نفسه معمول من الألومنيوم، وركبت بكرة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد في الظهر، لأني هستخدم سير علشان أوصل أعمدة الكرانك بيعض بدل تروس زي ما كان في نموذج الموتور، وكمان في ذراع توصيل عليه روليمان بلي مضغوط بيربط عمود الكرانك بالبستم علشان تضمنوا إن الحركة تكون ناعمة. وبما أن مكبس الإزاحة بيبقى راكب بشكل غير محكم جوه الأسطوانة، فالصح إنه ما يلمسش الجدران خالص، وعلشان كده هثبته على عمود من ستانلس ستيل. وعلشان أضمن إنه العمود ده ما يهتزش، هستخدم روليمان بلي خطي من نفس النوع اللي بتلاقيه في طبيعات الثلاثية الأبعاد، وهي بتخلي عمود الإزاحة يتحرك بسلاسة ودقة، وده بيخلي البستم يفضل في النص وهو بيتحرك. الخطوة اللي بعد كده هي مكبس القدرة، وده صممته علشان يكون خفيف على قد ما أقدر، وبيتثبت على عمود ستيل تاني بمسمار تثبيت. وبالنسبة لشمبر البيست فقررت أستخدم التيفلون عشان ناعم قوي واحتكاكه قليل، مع إنه مش مادة مرنة، فعشان كده عملت شنابر داخلية أصغر شوية تشتغل كأنها شدادات، ودي هتدفع التيفلون لبرا علشان تعمل إحكام أفضل على جدار الأسطوانة. الشنابر بتترقب في البستم بالشكل ده، وأنا عملت الفتحات في الشنابر الاثنين عكس بعض بزاوية 180 درجة علشان أقلل تنفيس الضغط على قد ما أقدر، ولما البستم يكون جوه الأسطوانة بيتحرك بسهولة ومن غير مقاومة كبيرة. عمود البستم بعد كده وصله بالكرانك، بس علشان البستم قصير قوي فمحتاج دليل يخليه يتحرك في خط مستقيم، وده دور الغطاء الخلفي ده. بس قبل ما أثبته في مكانه لازم أقطع شوية جوانات. أنا بستخدم شريحة سيليكون سمكها نص ملي، ودي المفروض تتحمل درجة الحرارة اللي الموتور هيوصل لها، وفي نفس الوقت تقفل أي تنفيس. فبعد ما أخرم أماكن المسامير قدرت أثبت قالباً مطبوعاً بتقنية ثلاثي الأبعاد وأحدد حواليه بالسكينة، وبعدين أفك المسامير، وكده بقى معايا جوان عمولة متفصل على مقاس الموتور. وبعدها ركبت الغطاء الخلفي بالجوان بتاعه، لذا كان في شوية اهتزاز في عمود البستم، فزودت له جلبة تفلون وثبتها مع فاصل علشان تخلي العمود متوازنا وبيتحرك بشكل مستقيم تماما. الخطوة الجاية هي توصيل الكرانك والكرانك الثاني مع بعض بطنبورة كاتينا، ودي فضلتها عن التروس لأنها أسهل في التوصيل. مع عمود إدارة ممكن بعد كده يستخدم لتحريك العجلة الخلفية. لما شفتها أخيراً بتلف قدام عيني استوعبت قد إيه أنا بذلت فيها مجهود جبار. بقالي بتاع شهرين غرقان في حسابات وتصاميم، ووقفة قدام المخرطة فعلاً كانت شغلانة كبيرة أوي، وبدأت أقلق شوية إذا كانت هتشتغل ولا لأ. أنا متحمس بس لسه قلقان، فاللي محتاجين نعمله دلوقتي هو أننا نصنع أسطوانة ومكبس الإزاحة، وبعد كده المفروض نقدر نجربها. Project planning to build a steam engine, but after أنا في الحقيقة بدأت المشروع ده وكنت ناوي أبني محرك بخار، بس بعد بحث كتير اكتشفت إن محركات ستيرلينغ اختيار أحسن بكتير، صوتها أهدى، كفاءتها أعلى، وكمان أمان أكتر. ولما فهمت فكرتها ماشية إزاي قلبت كيان المشروع كله وغيرت اتجاهي. وكمان فكرني قد إيه مهم نبص على الحاجات من زاوية مختلفة، وده بالضبط اللي بيعمله تطبيق جراوند نيوز في عالم الأخبار. هم بيجمعوا لك كل المقالات اللي ليها علاقة بنفس الموضوع من كل حتة في العالم في مكان واحد، مع توضيح عن ميول المصدر السياسية وكمان مدى مصداقيته، علشان تقدروا تقارنوا التغطية وتعرفوا الصورة الكاملة في أسرع وقت. واللي ما تعرفوش إن تطبيق جراوند نيوز أسسته مهندسة سابقة في وكالة ناسا اسمها هارلين كور، وهي من الناس اللي اشتغلت على تلسكوب جيمس ويب. وبما إني مهندس برضو أنا كمان بيفرق معايا جدا أعرف أصل المعلومة ومصداقيتها قد إيه، خصوصا مع دوشة الأخبار اللي في كل حتة الواحد سهل قوي يتوه في تفاصيل. تطبيق جراوند نيوز بيساعدني أفلتر دوشتي دي كلها وأعرف أرسى على بر وأفهم إيه اللي بيحصل بالضبط.
مثلاً، لما وكالة الفضاء الأوروبية أكدت إن في جسم عرضه 20 كيلومتر داخل نظامنا الشمسي، كان شيء مطمئن أعرف إنه مش متجه ناحية الأرض. ومع وجود مئات المصادر اللي بتغطي نفس الحدث، ميزة جراوند إيه أي عندهم بتقدر تلخص كل ده في شوية نقاط بسيطة. كمان بحب أتصفح المصادر اللي مصداقيتها قليلة علشان أشوف الزوايا التانية اللي تعرضت، واللي من غير جراوند نيوز ممكن تكون النسخة الوحيدة اللي كنت هقابلها وأصدقها. كمان تم تكريمهم من مركز نوبل للسلام بسبب تأثيرهم في التوعية الإعلامية. فلو حابب تشترك في جراوند نيوز ولفترة محدودة، هم بيقدموا خصم 40% على خطة فينتيج الغير محدودة، واللي بتديكي وصول حصري لكل الأخبار ليكم يا أحلى جمهور عن طريق مسح رمز الQR ده أو من خلال الرابط الموجود في الوصف. ادخلوا على جراوندنيوز.com وبعديها شرطة مايلة ستانتون علشان تاخدوا العرض ده. ادخلوا على جراوندنيوز.com وبعديها شرطة مايلة ستانتون. قبل ما أركب أسطوانة الإزاحة لازم أركب اللوحة دي اللي بتشتغل كسطح لنقل الحرارة بين نظام تبريد المية والهواء اللي جوه المحرك. ومساحة السطح الكبيرة لمشتت الحرارة ده هتساعد في تبريد الهواء بسرعة خلال دورة الموتور. وكمان بتشتغل كغطاء علوي لأسطوانة القدرة، وكل الهواء السخن اللي بيتمدد بيمر من الفتحة دي علشان يدفع البيستم. وبالنسبة لمكبس الإزاحة نفسه، أنا محتاج حاجة خفيفة الوزن وتستحمل الحرارة العالية، فعلشان كده اشتريت مجموعة من الحاويات وأزايز ستاند ستيل علشان أشوف إذا كان في أي واحدة منهم هتنفع. وبجانب إني اكتشفت إني ولا واحدة فيهم مصممة على مقاسات أسطوانة ستيرلينغ القياسية، إلا إني لقيت إزازة المية دي اللي المفروض إنها هتركب كويس جوا أسطوانة قطرها 80 ملم، وهيبقى في بس كم مليمتر فاصل علشان الهواء يعدي منها. بعد كده عملت قاعدة تثبيت صغيرة لمكبس الإزاحة بتتثبت في القضيب الصلب بمسمار تثبيت. بعد كده قطعت الجزء العلوي من الإزازة وعملت فيها شوية فتحات علشان أقدر أثبتها في قاعدة التثبيت اللي عملتها من تحت. ولما ترف الموتور بإيدك وتدوره، هتقدر تشوف إزاي البساتم الاتنين هيتحركوا لما الموتور يدور. بس لازم تاخد بالك إن حركة مكبس الإزاحة بتسبق مكبس القدرة بزاوية 90 درجة في لفة الكرنك. بعد كده محتاج أعمل أسطوانة الإزاحة، وقررت أبنيها على جزئين. الجانب البارد معمول من الألومنيوم زي أغلب أجزاء الموتور، وضفت له شرايح تبريد علشان يفضل محتفظ ببرودته وما يسخنش. بعد كده بتتثبت في جسم الموتور الرئيسي بجوان تاني، وده بيدي أحكام كويس، بس كمان بيعزله عن دورة تبريد المياه. فلو شرايح التبريد الهوائية مش كفاية، ممكن أضطر أضيف له تبريد مياه كمان. بس الجانب السخن من الأسطوانة لازم يتحمل درجات حرارة أعلى بكتير، فعلشان كده المفروض يكون معمول من الصلب. وبما إني لسه مش واخد على خراطة الصلب ومقلق منها شوية، بعت الجنب السخن RGLC CNC علشان يخرطوه لي. هم مش رعاة الفيديو ده، بس الصراحة أنقذوني هنا، لأن كان مستحيل أقدر أطلع القطعة دي بالدقة دي بنفسي. والجزء ده بتثبت في الجزء البارد من الأسطوانة بجوان سيليكون سميكا علشان يعزله إن شاء الله. إحنا مش عايزين الحرارة تنتقل للجانب البارد، لأنه ده حيكون طاقة معدورة. وبعد ما ربطت الغطاء السخن كويس كده، الموتور بقى مقفول تماماً. كل اللي محتاجه دلوقتي هو الحرارة. It was tricky to move the piston again, ده المفروض ينجز المهمة. but I also noticed it was letting a lot of air leak past, which could be where most of the pressure is being lost. I first tried swapping one of the PTFE rings for a rubber O-ring to improve the seal, but it either didn't seal properly or created way too much friction. Then I thought, what if I used a piston ring like the one I've used in my small compressor? لسه ما وصلش للنتيجة المطلوبة. والشطاسة السخونية بدأ يتغير لونه، يعني بقت سخنة جدا من قدام هناك. أنا بفكر يمكن لازم أضيف تبريد مائي وأشوف لو فعلا هيبرد لوح التبريد ده. Flexibility, hold an airtight seal, and hopefully not melt from the engine heat. But after several prototypes, I eventually found a size and shape that offered. مع إن الغطاء السخن كان بيولع أحمر، والجزء اللي عليه تبريد مائي ثابت حوالي 40 درجة مئوية،
كان واضح إن زيادة الحرارة مش هي المشكلة، فزودت تبريد مائي خارجي علشان أنزل حرارة الموتور بأمان لدرجة أقدر أفك فيها. من جوا كان واضح إن المحرك كان بيسخن جامد، حتى مكبسة الإزاحة نفسه كان لونه متغير شوية، وبما إنه مش بيلمس طاسة السخونية بشكل مباشر، ده معناه إنه الهواء اللي جواه فعلاً بيسخن كويس. راجعت كل جوانات العزل وضفت شوية شحم على حلقة الإحكام حوالين عمود مكبس الإزاحة علشان أتأكد مفيش أي تنفيس. وبعد ما قفلت وش الموتور تاني ركزت قوي مع شنابر البيست، لأن دي أكبر حتة حاكمة ومتحركة في الموتور كله. كانت الحركة ثقيلة وأنا بزق البستم ضد الهواء المحبوس، وله بشرة خير. بس كمان لاحظت إنه كان بيسيب كمية هواء كبيرة تعدي، وده ممكن يكون السبب الرئيسي في فقدان الضغط. جربت في الأول أبدل واحدة من حلقات التفلون بحلقة إحكام مطاطية علشان أحسن العزل، بس يا إما ما كانتش بتعزل كويس يا إما كانت بتعمل احتكاك زيادة تنوي. بعد كده فكرت، طب إيه لو استخدمت شمبر زي اللي استخدمتها في موتور الهواء المضغوط الصغير قبل كده، اللي الحلقة فيه بتتوسع تحت الضغط وبتعزل كويس على جدار الأسطوانة. والمشكلة الوحيدة كانت إن الشنابر دي كانت صغيرة قوي، وأنا محتاج حاجة أكبر بكتير. فقلت أجرب أطبع واحد بالطباعة الثلاثية الأبعاد من خامة البلاستيك الحراري المرنة على طابعة بروسا اللي عندي، وده كان رهان كبير شوية، لأنها كانت محتاجة درجة مرونة معينة تحافظ على إحكام الإغلاق وما تسيحش من حرارة الموتور. بس بعد كذا تجربة وصلت في الآخر لمقاس وشكل حركته سلكة جدا وما فيش فيها مقاومة، وفي نفس الوقت بيقفل بإحكام أحسن بكتير من قبل كده، ومع مساعدة تبريد المياه علشان يحافظ على جدران الأسطوانة باردة. إن شاء الله مش هيسخن كفاية علشان يسيح. تمام، أنا ركبت البيستم الجديد، يعني المفروض دلوقتي نحصل على ضغط أحسن بكتير. زي ما انت شايف لما بلف الموتور البيستم بيرد في إيدي، وده معناه إن كبسه بقى حديد ومضبوط 100. يا رب تزبط المرة دي وتعمل فرق، لأن الكبس قبل كده كان ضايع وميتقارنش باللي شايفه دلوقتي. يلا بينا بقى نروي كده ونسخن الموتور ونشوف هيشتغل ولا لا. To avoid hitting the end of the cylinder with its increased stroke, the engine is ready for another test. I really hope this works. Come on, come on. حاسس أننا قربنا قوي، بس لسه مش راضية تضبط. يعني التمدد لسه شغال، هو بس مش واخد المسافة الكافية. تمام، يلا نسيب كل حاجة تبرد قبل ما نجرب حاجة تانية. مش متأكد هحاول إيه، بس بعد ما رجعت الفيديو لاحظت حاجة ما كنتش واخد بالي منها. هو بس مش واخد المسافة الكافية. لو عمود الكرانك مشواره 30 ملم والبستم بيتحرك حوالي 14 ملم بس، يبقى كده المكنة بتعمل كبس وتمدد زيادة عن اللزوم، وده غالبا بيضيع كمية طاقة مهولة في كل لفة. للأسف آخري في تقصير. عمود الكرانك هو 25 ملم بس، وده بسبب مقاسات العمود والبلية اللي راكبة. بس لو زودت كمان حركة مكبس الإزاحة يمكن أقدر أنقل كمية هواء أكبر بين الناحية السخنة والباردة، وده هيعلي فرق الضغط ويخلي التمدد أقوى وأحسن. الكرانك الجديد ده الطبع ريزون بتقنية ثلاثي الأبعاد على جهاز فورم لابس فورم 4، والمفروض يكون قوي كفاية لمرحلة التجارب دي. هي أخف شوية من الكرانك الألومنيوم، بس دلوقتي توازن الموتور مش أولوية قصوى. بعد ما ركبت الكرانك الجديد وقللت طول مكبس الإزاحة شوية عشان ما يخبطش فيقعر الأسطوانة مع مشواره اللي زاد، الموتور جاهز لاختبار تاني. يا رب ده يشتغل. It's a drive pulley to the rear wheel with a flywheel, as the original pulley ratio might have been too high, preventing the engine from gaining up. يلا بينا يلا بينا.
هو ده شغال لوحده؟ There's still lots to improve with this engine. ده شغال. To recover some heat energy during هو ده شغال. يلا حرارة أكتر، حرارة أكتر. engine, and more air means more expansion and more power. I also still need to build a proper burner, finish the water cooling system, هو فعلا شغال. since Stirling engines don't throttle very. يا نهار أبيض. I turned off the heat a while ago and it's still running on the stored. هو سريع أوي. So don't forget to subscribe to see part 2 and بس أنا شايف إن لسه فيه كذا حاجة ممكن نعدلها علشان نعلي الأداء. ده جامد أوي، ده جامد أوي. صوته مضحك أوي. مع إني مبسوط أوي إني أخيراً شغلت الموتور ده، ما قدرتش أقاوم إني أحاول أخليه يشتغل أحسن شوية. قمت بغير سير التقسيمة بواحد أرفع بكتير، لأن سير التخين كان بيستهلك طاقة على الفاضي وهو بيتني ويتفرد على الطنابير. وكمان غيرت بكرة الجر اللي بتوصل للعجلة الورانية، وركبت مكانها حدافة علشان نسبة البكرة الأصلية ممكن كانت عالية زيادة عن اللزوم، وده كان بيمنع الموتور إنه يعلي عدد لفاته. لسه فيه حاجات كتير محتاجة تتظبط في الموتور ده، زي إضافة جهاز استرجاع حرارة علشان نسترجع شوية طاقة حرارية في كل دورة، وكمان زيادة الضغط الداخلي علشان كل ما الضغط زاد يبقى فيه هواء أكتر جوه الموتور، والهواء الأكتر معناه تمدد أكتر وعزم أكبر. وكمان لسه محتاج أبني موقد كويس وأكمل نظام تبريد المية مع رادياتير، وأصمم دبرياج علشان موتور ستيرلينج مش بيتحكم في السرعة بسهولة. ده أنا حتى فصلت الحرارة عنها من شوية، ولسه هي دايرة وبتسحب من السخونية اللي متخزنة في الغطاء السخن المصنوع من الصلب. فما تنسوش بقى تشتركوا في القناة علشان تشوفوا الجزء الثاني، وشكرا جدا على المتابعة.